تعمل ايه لو حد جاله هارت اتاك قدامك؟ علاماته هتلاقيه بيقول لك صدري بيوجعني، نفسي مكتوب، تعبان قوي وبدا يعرق جامد او يحس بالم رايح للكتف او الدراع او الفك، فدي علامات نوبه قلبيه وكل ثانيه بتفرق. فاول خطوه اتصل بالاسعاف فورا من غير تفكير، دي اهم خطوه لان العلاج الحقيقي لازم يتم في المستشفى. تاني خطوه خلي الشخص يقعد نص قاعده، يعني ظهره مسنود ورجله متنيه شويه ووشه لفوق، الوضع ده بيقلل الضغط على القلب وبيساعده يتنفس احسن. ولو لابس هدوم خانقاه افتح زرار الجاكيت او القميص عشان ياخد نفسه كويس. تالت خطوه لو واعي وما عندوش حساسيه من الاسبرين خليه يمضغ اسبرين 300 مللي جرام، المضغ اسرع من البلع وبيقلل تجلط الدم وبيفتح الشريان المصاب لحد ما الاسعاف توصل. لكن ما ينفعش ياخده لو عنده حساسيه ولا لو عنده نزيف. لو مش متاكد من كل الكلام ده ما تديهوش اي حاجه. رابع خطوه تابع حالته، لو بدا يدوخ او يتنفس بصعوبه طمنه بصوت هادي، القلق للاسف بيسوء الحاله جدا. خامس خطوه لو فقد الوعي او النفس وقف ابدا السي بي ار فورا، ما توقفش الا لو بدا يتنفس او الاسعاف وصلت او حد مدرب على الانعاش اخده منك. ولو مش متعلم السي بي ار المسعف في التليفون هيقودك خطوه بخطوه. خلي بالك ما تديهوش اكل او ميه، ما تسيبهوش يتمشى، ما تسيبهوش لوحده اصلا ولو للحظه، ما تحاولش تديله مسكنات، ما تنقلهوش بعربيتك الا لو الاسعاف مش هتوصل بسرعه. وما تنساش تشارك الفيديو مع اي حد بتخاف عليه.